مساء الفل عليكم واهلا بيكم في اول حلقة من بالعربي كورة. انا اثناسيوس وتقدروا تقولوا لي اوسا، وبقدم محتوى عن الكورة. ان شاء الله في حلقة النهاردة هنتكلم عن استعدادات الاهلي والزمالك وبيراميدز وتشكيل كل فريق فيهم المتوقع ان شاء الله لبداية الدوري، وخاصة تشكيل الاهلي اللي هيكون فيه مفاجآت كبيرة جدا، خاصة ان خوسيه ريبيرو مقرر ان هو هيعمل مفاجآت كتيرة جدا هتفاجئنا احنا كلنا. اول حاجة هنبدأ بالاستعدادات والتحضيرات. فريق الزمالك عمل صفقات كتيرة جدا، أولهم وأهمهم المدرب، وهو يانيك فيريرا. فيريرا مدرب لسه شاب ومدرب كويس وعنده فكر، عنده فكر كبير، واشتغل في السعودية واشتغل في كذا حتة، وهو بيقولوا عليه ان هو مدرب جامد جدا. اي نعم احنا لسه مشوفناهوش بس هنشوفه ونتفرج عليه. اما الصفقات الباقية اسمحوا لي بس اقراه لكم، عشان الزمالك عمل صفقات كتيرة جدا. اول حاجه واهم صفقه للزمالك شيكو بنزا. شيكو بنزا لعيب مهاري وحريف، وكل حاجه فيه سريع جدا وبيشوط حلو جدا على الجون، الفينش بتاعه جميل جدا، وكل حاجه فيه بجد لعيب جامد جدا. تاني لعيب احمد ربيع، وده هيبقى اضافه كبيره لخط النص، بس للاسف هو اتصاب، جاله شد، فلسه مش عارفين هيبدا اول ماتش ولا لا. وفي ادم كايد والمهدي سليمان ومحمد اسماعيل وعبد الحميد المعالي واحمد شريف وعمرو ناصر. عمرو ناصر بالذات انا شايفه ان هو من اهم المهاجمين اللي كانوا موجودين في الدوري السنه اللي فاتت. بجد مهاجم جامد جدا، وفي كل حاجة، بيعرف يلعب بدماغه، بيعرف يفنش برجليه الاتنين. وطبعا كلنا فاكرين الهدف الدبل كيك اللي جابه في الاهلي. تمام. فبصراحة الزمالك الميركاتو ده جون ادوارد عامل شغل عالي جدا جدا، وشغال جامد جدا. وبصراحة لا، ميركاتو قوي جدا لنادي الزمالك، وانا متوقع ان الزمالك السنة دي هيعمل حاجة مختلفة عن السنين اللي فاتت. السنين اللي فاتت احنا كنا متعودين من الزمالك ان هو بيقدم مستويات طالع نازل، ماتش ماتشين لا، ماتشين لا وماتش الكلام ده. لكن السنة دي الموضوع مختلف، مدرب جديد، فرقة تقريبا اغلبها جديدة، وكمان كان في نقطة ضعف عند نادي الزمالك وهي الأجنحة بتاعته. كان زيزو بس تقريبا في الأجنحة. الناحية التانية كان مصطفى شلبي، وكان طبعا مصطفى شلبي كلنا اتفرجنا وشفنا ما كانش فيه مستوى تقريبا، او ماتش واحد تقريبا لعبه في الموسم كله. وهم حاليا مصطفى شلبي مشي، راح البنك الاهلي، ربنا يوفقه. وانا متاكد ان مصطفى شلبي في البنك الاهلي هيتالق. تمام، دي صفقات نادي الزمالك. نخش على صفقات الاهلي. والاهلي انا هتكلم على الصفقات اللي بعد كاس العالم للانديه. اللي قبل كاس العالم للانديه واللي لعبوا في كاس العالم للانديه احنا شفناهم، خلاص مش هنتكلم فيهم. احنا هنتكلم على الصفقات الجديده اللي لسه ما شفناهمش: ياسين مرعي ومحمد شريف ومحمد شكري، وكمان سيحه اتعاقدوا معاه قبل كاس العالم بس هو ما لعبش، هو لسه ما شفناهوش في الملعب، لسه ما شفناهوش مع الاهلي عامل ازاي. تمام. وصفقات بيراميدز بقى ما جا... بيراميدز ما عملش غير صفقه واحده بس اللي هي ايفرتون. اللعيب طبعا ده كلنا عارفينه لان هو كان هدف النادي الاهلي من كام سنه، او من سنتين تقريبا بالظبط. فالبيراميدز تعاقد معاه وهو جناح رهيب، جناح قوي جدا، سريع ومهاري، هو جناح جامد جدا. تمام، دي الصفقات. هنبدأ في الاستعدادات نفسها، كل فريق عمل ايه. الاهلي راح عمل معسكر في تونس، عمل ماتشين في تونس، لاعب الملعب التونسي ولاعب البنزرتي. الماتشين كانوا حلوين والاهلي كسب فيهم سكورات، وكان بيبدل لعيبه 11 واحد الشوط الاول و11 واحد الشوط الثاني، لدرجه ان الناس اتلخبطت ريبيرو بيفكر في ايه او هيعمل ايه. بس كان الاهم من كل ده ان المستوى بتاع اللعيبه او التكتيك بتاع اللعيبه ثابت. ال 11 بتوع الشوط الاول وال 11 بتوع الشوط الثاني بيقدموا نفس المهام، واحنا كلنا عارفين ان سكواد الاهلي هو اقوى سكواد في الدوري لحد دلوقتي. بيراميدز عامل صفقات كتيره جدا وبيراميدز سكواده رهيب، بس سكواد الاهلي اتقل. سكواد الاهلي عنده اقل حاجه فرقتين. تمام. فالاهلي لعب ماتشين، الماتشين دول كسب فيهم سكورات اربعات وخمسات، ومحمد شريف طبعا تألق، وده ده المتوقع منه، محمد شريف بيتألق جامد جدا مع الاهلي. ورجع عمل وديتين هنا، ماتش مع منتخب مصر وماتش مع بتروجيت، ودول اخر ماتشين، وانا هركز بالذات على اخر ماتشين دول علشان دول هما اللي هيبينوا لنا
التشكيل. تمام. اول حاجه ماتش الاهلي ومنتخب مصر، اقرا لكم التشكيله. الاهلي بدا في حراسه المرمى شوبير، باك يمين عمر كمال، قلبين الدفاع ياسر والعش، الباك الشمال كان شكري، وانا كنت متوقع ان هو هيلعب بالدبيس بس هو لعب بشكري. في نص الملعب كوكا وديانج 6، وقفشه رقم 10، وبن شرقي وجراديشار راس حربة، وعلى اليمين طاهر. طبعا طاهر بيقدم مستويات جامدة جدا الفترة الأخيرة، هي الإصابات بس بتبعده شوية وترجعه تاني، بس فعلا هو عامل أداء جامد جدا الموسم اللي فات. الماتش ده خلص 1-0. اللي جاب الجون جراديشار، واللي عمل الاسيست كان طاهر محمد طاهر. جون كان كويس، هو عرضية عملها طاهر، جراديشار فنشها حلو. جون كان حلو، والاهلي كان لاعب حلو الماتش ده. اما ماتش الاهلي وبتروجيت، كان في حراسة المرمى شوبير، قلب دفاع مرعي وبيكهام، وباك يمين هاني، وباك شمال كان كريم فؤاد، وهو ده تاني او تالت ماتش يلعب كريم فؤاد باك شمال. في نص الملعب كان بيلعب باحمد رضا وبن رمضان، والمفاجأة ان هو كان بيلعب بزيزو هو اللي رقم 10. تمام. والجناح اليمين كان الشحات، والجناح الشمال كان تريزيجيه، ورأس الحربة المتألق المخيف شريف. دي كانت التشكيلة. طبعا كابتن شوبير نزل على صفحته وقال ان التشكيلة اللي هتبدأ قدام بتروجيت بنسبة كبيرة هي اللي هتبدأ الدوري. طبعا اول ماتش للاهلي في الدوري هيبقى يوم 9 ان شاء الله. الماتش ده هيبقى مهم جدا، لان انطلاقة الدوري هي المهمة، وكمان ماتش مع مودرن فيوتشر او حاليا مودرن سبورت. فمودرن سبورت بصراحة فريق كويس، وعمل تدعيمات حلوة جدا، وعمل استعدادات حلوة جدا، فالمتوقع ان هو هيبقى فريق قوي جدا الموسم ده. بس طبعا التشكيل اللي بدأ قلنا المتوقع لخوسيه ريبيرو ان هو يبدأ بيه فيوتشر او مودرن سبورت، الشناوي وياسين مرعي وبيكهام في قلوب الدفاع، وهاني وكريم فؤاد يمين وشمال، وفي نص الملعب احمد رضا وبن رمضان وزيزو رقم 10، والشحات يمين وتريزيجيه شمال وشريف راس حرب. بس في مفاجأة كبيرة جدا 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 ان ممكن الشحات ما يبدأش، ممكن الشحات يستنى على الدكة، وهيبدأ بزيزو هو اللي جناح، وهيحط رقم 10 بنسبة كبيرة، هيحط قفشة. هو الراجل شايف في قفشة ان هو هيقدر يديله الحاجات اللي هو عايزها، وقفشة طبعا لا خلاف عليه، هو لعيب كبير جدا، وطبعا كلنا عارفين لعبه. هو الفترة الأخيرة كان مش أحسن حاجة بسبب ان هو اتركن فترة على الدكة، كولر كان راكنه على الدكة، فهو بالتالي ما بقاش دماغه في الملعب، بقى دماغه في حاجات تانية اكتر، وبقى كان كل همه ان هو ينزل الملعب وخلاص، مش مهم يأدي، هو المهم عنده ان هو ينزل الملعب. بس هو بدأ يفوق كام ماتش الاخرانيين دول، فخوسيه ريبيرو بيفكر ان هو يبدأ بيه. ده المفاجأة بتاعت التشكيلة كلها. وكمان في حاجة، حراسة المرمى هو هيبدأ بالشناوي، بس في نفس الوقت هو مقرر ان هو هيبدل بين الشناوي وشوبير، علشان هو شاف شوبير واقتنع بيه جدا، بس في نفس الوقت الشناوي هو الحارس رقم 1، وكلنا عارفين كده. الشناوي لا خلاف عليه، الشناوي حارس كبير جدا وحارس عظيم جدا، ومحدش يقدر يقول عليه اي كلمة. هو الفترة الأخيرة كان مستواه متذبذب، بماتش كان كويس، ماتشين مش كويس، بس هو في المجمل الماتشات كلها او مجمل الدوري لو هنقيمه على الدوري او دوري ابطال افريقيا كله، فالشناوي ياخد مثلا 70%، لان كان عنده غلطات كتير شويه. بس لكن شوبير احنا شفناه طبعا، اخر حاجه لعبها كان دوري ابطال افريقيا، وكان بياخد ماتشات في الدوري كده او في كاس الرابطه او الكلام ده كله. بس لكن في الاول وفي الاخر شوبير حارس كبير جدا، وهو مستقبل الاهلي. شوبير لسه حارس صغير، حاجه وعشرين سنه، لسه صغير جدا، ولسه قدامه مستقبل كبير، وانا متوقع ان شوبير ده هيبقى اهم حارس في تاريخ مصر، لان هو بيعرف يلعب برجليه، هو بيعرف، دماغه شغاله في الملعب مهما قعد على الدكه ونزل، فهو بيبقى مركز في الملعب وبيبقى قادر ان هو يجاري اللعب. فشوبير هيبقى مستقبل الاهلي ومنتخب مصر في السنين اللي جايه ان شاء الله. دي حراسه المرمى. اما قلوب الدفاع، لو لاحظتم في التشكيلتين اللي احنا قلناهم قدام منتخب مصر للشباب او قدام بتروجيت،
ففي لعيب في الدفاع غايب، احنا ما شفناهوش خالص، مش موجود اصلا، اشرف داري. واشرف داري فيه مفاجأة كبيرة جدا من ريبيرو ان هو عايز يبيعه، مش عايز اشرف داري معاه في الفرقة، وقال مادام احنا عايزين قلب دفاع محترف او اجنبي، فاحنا نبيع اشرف داري ونجيب لاعب اورلاندو بايرتس اللي هو كان بيدربه. هو مقتنع جدا باللاعب وبيقول ان هو بيعرف يخرج بالكوره والهيدرز بتاعه كويس وبيلعب برجليه حلو، كل حاجه فيه كويسه، هو مقتنع بيه. هو طبعا اكتر واحد عارفه لان هو كان بيدربه في اورلاندو بايرتس. تمام. اما الباك اليمين فطبعا هو بنسبه 90% محمد هاني حاجز مكانه. عمر كمال لو فاق ممكن يبدل معاه، وعمر كمال كمان هو مقتنع بيه اكتر كجناح مش كباك يمين. هو لعبه في ودية منتخب مصر باك يمين، بس هو مقتنع بيه اكتر كجناح مش باك يمين. تمام. ودي يعني بنسبة كبيرة هقول لكم برضو تشكيل الاهلي المتوقعة اللي هيبدأ بيها قدام مودرن سبورت. في حراسة المرمى الشناوي، قلب الدفاع ياسين مرعي واحمد رمضان بيكهام، الباك اليمين محمد هاني، الباك الشمال كريم فؤاد. في نص الملعب هيبدأ بأحمد رضا رقم 6، ومحمد علي بن رمضان رقم 8، وهيبدأ بقفشة رقم 10، وزيزو جناح يمين، وتريزيجيه جناح شمال، وفي الأمام محمد شريف. وان شاء الله اللي على الدكه لو احتاجناهم هيبقوا موجودين وانا متاكد ان جراديشار او طاهر بالذات، الاتنين دول انا متوقع منهم موسم استثنائي، هيعملوا حاجه كبيره جدا مع المدرب. ده التشكيل المتوقع للاهلي ان شاء الله. ونخش على تشكيل الزمالك المتوقع اللي هيبقى اول ماتش ليه مع سيراميكا ان شاء الله. طبعا الزمالك عنده لعيبه سكواد كبير دلوقتي لان هو جاب لعيبه كبير، ما فيهمش حد تقيل قوي، بس في لعيبه كتير. طيب التشكيل المتوقع للزمالك امام سيراميكا ايه؟ في حراسه المرمى هيبدا بمحمد صبحي، وقلبين الدفاع حسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش. بنسبه كبيره دول اللي هيبداوا لان هو برضه مقتنع بالزناري جدا، بس بنسبه كبيره الاثنين دول هم اللي هيبداوا. باك يمين عمر جابر، باك شمال بنتاي. خط النص هيلعب بدونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر. جناح يمين بنسبة 80% هيبدأ بآدم كايد، ممكن بنسبة 20% يبدأ بإيشو، بس ده مش احتمال كبير. الاحتمال الأكبر إن هو يبدأ بآدم كايد. والجناح الشمال طبعا شيكو بنزا عامل اداء رائع، فهو حاجز مكانه شيكو بنزا. وراس الحربة طبعا ناصر منسي، ده ما فيهاش كلام لان هو تقريبا شبه راس الحربة الوحيد. سيف الجزيري ما بيقدمش المستويات المطلوبة. دي تشكيلة الزمالك. وتوقعي انا الماتش الزمالك وسيراميكا هيبقى ماتش صعب جدا، لان الزمالك بادئ اول ماتش ليه مع سيراميكا كليوباترا. فسيراميكا كليوباترا مش فريق سهل ومش فريق ضعيف. سيراميكا كليوباترا مفنش مستوى تقريبا كان ترتيبه الرابع. فسيراميكا كليوباترا من الفرق التقيلة في الدوري وعملت صفقات حلوة. وعلي ماهر طبعا من غير تقييم، علي ماهر بره التقييم، علي ماهر مدرب كبير جدا جدا جدا. ده الزمالك. وتوقعاتي للماتش بصراحة ان يعني الزمالك هيكسب، بس مش هيكسب فرق كبير. الزمالك هيكسب فرق واحد بالعافية، يعني ممكن 2-1 الماتش يخلص. نخش على بيراميدز. بيراميدز هيبدأ مشواره مع وادي دجلة. وادي دجلة طبعا احنا عارفين ان هو لسه صاعد من الدرجة التانية، لسه اول ماتش ليه في الدوري، بقاله فترة كبيرة درجة تانية. بس وادي دجلة مش فريق سهل، وادي دجلة فريق صعب، حتى هو لاعب الزمالك ماتش ودي وغلب الزمالك 1-0. فوادي دجلة مش فريق يستهان بيه. بس تشكيلة بيراميدز المتوقعة بنسبة 80%. في حراسة المرمى هيبدأ بالشناوي، قلبين الدفاع هيبقى سامي ومرعي، باك اليمين طبعا الشيبي، باك الشمال طبعا محمد حمدي. خط النص هيلعب اكيد بلاتي توريه، لان بلاتي توريه ده لعيب جامد جدا. يعني تقريبا هو ديانج كانت مشكلته في الاهلي ان هو ما بيعرفش يطلع بالكوره كويس. ديانج لما بيتضغط عليه قوي هو بيقعد يلف حوالين نفسه وبعدين بيرجعها لورا، يديها للشناوي، يديها لاي حد من الدفاع، ما بيعرفش يطلع بالكوره كويس. على عكس بلاتي توريه. بلاتي توريه بياخد الكوره عادي، عنده استعداد يموه واحد ويموه التاني ويعدي من الاولاني والتاني وعادي، الدنيا معاه سهله. بلاتي توريه لعيب تقدر تعتمد يطلع لك بالكوره كويس جدا.
تمام. وهيبقى جنبه مهند لاشين، وقدامهم يعتبر مركز 10 وليد الكارتي. طبعا وليد الكارتي لعيب كبير قوي، هو شبيه محمد علي بن رمضان في الاهلي، بس طبعا محمد علي بن رمضان كامكانيات اكتر شويه، لكن هو تقريبا الستايل واحد. هي اللعيبه المغاربه اغلب ستايلها واحد. تمام. هيبدا بجناح يمين مصطفى فتحي طبعا، وجناح شمال هيبقى احمد عاطف قطه. طبعا قطه احنا مش متعودين عليه هنا، بس بعد خروج ابراهيم عادل بره، فبالتالي لازم هيبدأ بأحمد عاطف قطة، لأن تقريبا ما عندوش غيره. ممكن ايفرتون، بس ايفرتون ده مش حاجة أكيدة. راس الحربة طبعا فيستون مايلي، راس الحربة العملاق الجبار، راس حربة جامد جدا. كان بينافس هو وإمام على هدافين الدوري السنة اللي فاتت، بس طبعا إمام حسمها في آخر ماتش يعني، الأسيست الرائع بتاع الشحات. دي تقريبا تشكيلة بيراميدز قدام وادي دجلة. بس توقعاتي للماتش ده ان الماتش ده هيبقى صعب جدا، وممكن يخلص تعادل. ولو يعني هو يا تعادل تمام، لا اما بيراميدز هيكسب فرق 2، هيبقى 2-0 للبيراميدز او 3-1 يعني. بس بنسبة كبيرة الماتش ده يخلص تعادل، لان وادي دجلة فريق تقيل وعامل استعدادات حلوة يعني، واجه الزمالك وديا واكيد لعب فرقة تانية، فهيبقى ماتش صعب جدا عليه. ودي كده حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. ولو عجبتكم طبعا ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب للقناه، علشان ده بيشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات جديده. واي ملحوظه على الفيديو ممكن تكتبها لي في الكومنتات، وانا هرد على كل الكومنتات ان شاء الله. شكرا.